السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خوتي؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم بإذن الله في الفيديو هذا راح نطرقوا إلى مشكل غسالة كوندور 8 كيلو ذات الباب العلوي. كاين عدة أسباب اللي تخلي الغسالة تاعنا ما تشتغلش ولا الغسالة لا تدور. درك نشوفوا مع بعضنا الأسباب اللي تخلي الغسالة سبب بسبب من الأول للأخير، باش الناس الكل تفهمني. راني نحاول نهضر بالعربية باش خاوتنا اللي في المشرق وفي الخليج يفهموني، على خاطر في التعليقات راهم يقولوا لي ماناش نفهموا عليك. راني نحاول نهضر بالعربية عقد ما نقدر. شغل قاعد نيفيتي في الدارجة تاعنا، الدارجة الجزائرية، راني نهضر باللغة العربية باش خوتنا كامل اللي في العالم العربي كامل يفهموني. نبدأ على بركة الله. عندنا الغسالة هذه قلنا كوندور 8 كيلو ذات الباب العلوي. المشكل تاع الغسالة هذه انك تسمع الزنة تاع الموتور، بصح الغسالة لا تدور. كما راكم تلاحظوا هنا خوتي، راني نشغل فيها كما راكم تشوفوا خوتي. هنا الموتور راه يدور، بصح المروحة هذه البلاستيكية اللي مسؤولة عن غسل الملابس ما تدورش، يعني لا تدور. درك نشوفوا الأسباب اللي تخلي الغسالة ما تدورش ولا لا تغسل. قلنا كاين عدة أسباب خالتي. كاين السبب الأول واللي هو المروحة هذه. عندنا المروحة هذه فيها مسننات كي تاكلوا المسننات هذوكا تعود المروحة لا تدور، تسمع صوت الموتور بصح المروحة لا تدور. كيفاه نعرفوا باللي المشكل في المروحة؟ نحكموا بيدينا كيما هكذا وندوروا المروحة ونشوفوها. لكان لقيناها خفيفة تسمى راهو المسننات راهم تاكلوا، لازمنا نبدلوا المروحة كاملة. ولا كان دورناها ولقيناها ثقيلة، المشكل راهو ماهوش في المروحة، المشكل راهو في المكثفة ولا في حاجة أخرى. نروحوا للسبب الأول خوتي واللي هو المكثفة هذه اللي كما راكم تشوفوا فيها. هذه فيها معلومات على المكثفة كما نقولوا حنا. فيها قداه الميكروفاراد، فيها الفولت تاعنا، فيها المهم لازمنا نقراوها بعناية. هذه المكثفة خاوتي مسؤولة على كما نقولوا حنا ديماراج، بدء ولا تعطي شحنة للموتور باش يديماري الموتور. كي تكون المكثفة ضعيفة ولا ناقصة على الميكروفاراد، هي هذه المكثفة راهي قيمتها 15 ميكروفاراد. الميكروفاراد خوتي هي وحدة قياس. الناس بزاف يقول ما يعرفوش الميكروفاراد، هي وحدة قياس على المكثفات. هذه المكثفة خوتي راهي 15 ميكروفاراد. كي نلقاو كيفاه نعرفوا باللي المكثفة تاعنا بدات تضعف ولا المكثفة تاعنا ماهيش تخدم في خدمتها؟ نجيبو ملتيمتر الناس كنت تعرفها، اللي تقيس الميكروفاراد، تقيس الأوم، تقيس الفولت. هذه الملتيمتر خوتي نحطو طرفي السالب والموجب في طرفي المكثفة ونقيسو ونضبطو الملتيمتر تاعنا في الميكروفاراد ونقيسو. إذا كان لقيناها المكثفة تاعنا لقيناها أقل من 15 ميكروفاراد، كما نقولو نلقاوها 10 ولا أقل من 10، راهي المكثفة تاعنا راهي ضعيفة، لازمنا نبدلوها. ولا كان لقيناها أقل بشوية، مثلا لقيناها 13 ولا 14 ميكروفاراد، تسمى راهي مليحة. راهو ديجا وكاتب لك هو 5% نسبة الخطأ 5%، يعني تلقاها أقل بشوية ولا أكثر بشوية، تسمى المكثفة تاعنا راهي مليحة. نمروا للسبب الثاني خوتي واللي هو المروحة.
المروحة هذه البلاستيكية كما راكم تشوفوا فيها خوتي. هذه المروحة بلاستيكية فيها مسننات بالينوكس كما نقولوا حنا قلفة. هذو المسننات خوتي مع الوقت راح يتاكلوا وتعود المروحة تاعنا ما تدورش. زيد من نروحو للبرا هذا اللي يجي في الموتور، فيه المسننات تاني كيف هذوك قادر يتاكلوا وتسمع صوت الموتور بصح المروحة ما تدورش. هذه هي خاوتي المروحة تاعنا. نقلبوها من الخلف ونشوفوا المسننات، نتأكدوا بلي المسننات راهم ماهمش متأكلين. لكان لقيناهم متأكلين لازم المروحة هذه لازم نبدلوها ونعاودوا نركبوها، وبإذن الله المروحة تاعنا الغسالة تاعنا راح ترجع تمشي وتغسل لنا عادي. كاين ثاني السبب الثالث خاوتي واللي هو لاكروا خاوتي، لاكروا اللي تجي في الموتور من لاريار في الغسالة من الخلف. ثاني خاوتي كي تكون لاكروا تهرب من بلاصتها ولا تعيب من بلاصتها، راح الموتور راح يدور في الفيد كما نقولوا حنا، يدور في الفراغ، تسمعوا دور بصح الغسالة ما تدورش ولا ما تغسلش. ثاني نتأكدوا منها، هذه نقطة ثانية خاوتي. قلنا كاين 3 أسباب. السبب الأول واللي هو نتأكدوا من المكثفة، نتأكدوا من لاكروا بلي راهي لاصقة ولا لا، نتأكدوا ثاني من المسننات تاع المروحة. كاين 3 حوايج اللي يخليو الغسالة تاعنا ما تغسلش. نسمعوا صوت الموتور بصح الغسالة ما تغسلش. هذو هما 3 أسباب رئيسيين خاوتي اللي يخليو الغسالة تاعنا ما تغسلش ولا لا تدور. 3 أسباب هذوما، يعني 3 أسباب رئيسيين خاوتي. كاين أسباب أخرين بربي إن شاء الله في الفيديوهات القادمة راح نزيد نطرقوا ليها. كما راكم تشوفوا خاوتي هنا بعد ما بدلنا المروحة البلاستيكية ندوروا بيدينا كيما هكا، راه نلقاو المروحة تاعنا تدور بالثقيل، تسمى هنا رانا عالجنا المشكل تاعنا. درك نشعلوا الغسالة تاعنا خاوتي، نشعلوها ونشوفوا مع بعضنا كيفاه راه يدور. هنا رانا لقينا المسننات تاع المروحة هما اللي فيهم المشكل، هما اللي راهم تاكلوا ودارونا المشكل هذا. هنا رانا شعلنا الغسالة تاعنا كما راكم تلاحظوا خاوتي، درنا زر التشغيل كما راكم تشوفوا خاوتي. ها هنا راه قاعدة تدور الغسالة تاعنا، وبإذن الله تم حل المشكل تاع الغسالة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.